ايوه مايك تيست مايك تيست مايك تيست. يعني خلي بالك قوي 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 من الصفحه دي. بص اول كلمه قالها لك ايه؟ في عهد وزاره توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي. ثانيه واحده بقى، انا عايزك تمخمخ لي قوي في المعاهده دي عشان بعد ما اخلصها هسالك سؤال مهم شويه. انا ممكن اقف هنا ربع ساعه بالظبط معاك لحد الساعه 12 بالليل، لو ما نفذتش مطلبنا احنا هنضرب القصر بالدبابات. بيو 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 صوت القطر اللي هو بتاع المكالمه انتهى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا اخواتنا طلاب ثالثه ثانوي في كل مكان في انحاء جمهوريه مصر العربيه، اهلا بكم ابطال. سموا الله صلوا على رسول الله. سريعا كده، احنا دلوقتي عاملين شويه فيديوهات شرح بنلم فيها الباب الرابع. ليه؟ الباب الرابع زي ما قلت لحضرتك ان الباب ده جه قبل اجازه نص السنه. فطبعا الفتره اللي هي قبل اجازه نص السنه دي كان في ناس بقى عندها مراجعات وناس عندها امتحانات شامله ومش عارف مستر مين عامل مراجعه ايه ومستر مين عامل امتحان شامل على ايه، فكان في غيابات كتير الفتره دي. طبعا في غيابات احنا بنعذر الطالب يا جماعه، هو مثلا مش عشان طالب غاب خلاص علق له مشنقه، فانا كده هنفخه لما اشوف الترم الثاني، خاصه الجزم بتوع سنتر هيوبلس اللي غابوا اخر حصه دول انا هنفخهم بس لما اقابلهم ان شاء الله الترم الثاني على خير، لما يكون لنا عوده ان شاء الله باذن الرحمن. تمام؟ فاحنا دلوقتي شرحنا الحصه الاولى على قناه اليوتيوب والثانيه، دلوقتي هشرح الحصه الثالثه والرابعه كمان، يبقى انا كده خلصت يا باشا الباب الرابع كله على قناه اليوتيوب. تمام؟ فسموا الله صلوا على رسول الله. مراجعه سريعه على الحصه الثانيه. مراجعه سريعه على الحصه الثانيه. الحصه الثانيه يا جماعه كانت بادئه معايا من ايه؟ الحصه الثانيه كانت بدايتها لجنه اسمها لجنه ميلنر. انجلترا بعتت لجنه لمصر اسمها لجنه ميلنر. لجنه ميلنر كانت جايه تقنع المصريين بحاجه اسمها الحمايه البريطانيه. كانت جايه تقنعنا باحتلال انجلترا، لكن الشعب قاطعها. فميلنر راح يتفاوض مع سعد. لكن طبعا المفاوضات فشلت، لان ميلنر كان عايز يدي مصر استقلال سوري. فقرر نفي سعد زغلول لجزيره سيشل في المحيط الهندي. المهم ميلنر عشان يهدي الشعب طلع ادانا تصريح اونطه في الشنطه اسمه تصريح 28 فبراير 1922. التصريح ده زي ما كان فيه مميزات كان فيه عيوب اسمها التحفظات الاربعه. بعد كده الشعب حط الدستور، يعني كان بيحكم نفسه بنفسه، لكن للاسف الملك اصبح ليه حق في حاجتين. الملك ليه اصبح حق ان هو يحل البرلمان ويشيل الوزاره. المهم يا ريس عملنا انتخابات، اول رئيس وزراء مسك كان سعد زغلول. اول رئيس وزراء مسك كان سعد زغلول. طب سعد زغلول حسن شؤون البلد الاقتصاديه وشؤون البلد الاجتماعيه وشؤون البلد السياسيه. اخيرا سعد اتفاوض مع واحد اسمه ماكدونالد لكن فشل. يعني مفاوضات سعد وماكدونالد فشلت، مفاوضات سعد وماكدونالد ما جابتش نتيجه، الاثنين فشلوا. فهنا المصريين قتلوا واحد اسمه السيرلستاك. طب لما المصريين قتلوا السيرلستاك انجلترا وجهت انذار شديد اللهجه لسعد زغلول. فسعد زغلول كبر دماغه وراح مقدم استقالته. فمسك واحد اسمه احمد زيور باشا. تعالى يا باشا نمسك بقى الحته اللي جايه دي، نراجع مراجعه سريعه. مين اول رئيس وزراء مسك؟ اول رئيس وزراء مسك كان واحد اسمه سعد زغلول. افكرك بعمك سعد ان الراجل ده كان اول وزاره شعبيه دستوريه منتخبه باراده الشعب. اول وزاره شعبيه الشعب اختارها، دستوريه كان في دستور، منتخبه الشعب انتخبها باراده الشعب. سعد قدم استقالته بعد مقتل السيرلستاك، فمسك واحد اسمه احمد زيور باشا. افكرك بحاجه واحده عن احمد زيور باشا. احمد زيور باشا ده يا جماعه اللي وافق على شروط الانذار، يعني دفع نص مليون جنيه وسحب الجيش المصري من السودان. يبقى في عهد وزاره احمد زيور انسحب الجيش المصري من السودان. بعد احمد زيور مسك واحد اسمه عدلي يكن. عدلي يكن ده كانت معينه انجلترا، وده كان حزب اسمه الائتلاف. بعد عدلي يكن مسك واحد اسمه محمد محمود سنة 1928، وده كان اسمه أحزاب الأقلية للأقلية لأنه كان بيأيد الملك. طب بعد محمد محمود جه واحد اسمه إسماعيل صدقي سنة 1930. إسماعيل صدقي لغى دستور سنة 1923 وعمل دستور سنة 1930 زود من صلاحيات الملك. يبقى اسماعيل صدقي لغى دستور سنة 1923 عمل دستور سنة 1930 زود فيه من صلاحيات الملك.
حصه النهارده هتبدا بمين؟ حصه النهارده هتبدا ان بعد اسماعيل صدقي مسك واحد اسمه توفيق نسيم. خلي بالك من الصفحه دي كويس قوي، يعني خلي بالك قوي 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 من الصفحه دي. الصفحه دي يا جماعه اللي هي الصفحه رقم 12 اللي انا هكتب لك فيها اسامي كل رؤساء الوزراء. يبقى انا عندي 5 رئيس وزراء كان اسماعيل صدقي، وده اللي نهيت بيه الحصه اللي فاتت وقفت عنده. النهارده توفيق نسيم. تعالى يا باشا بقى نمسك حصه النهارده. في عهد وزاره توفيق نسيم. بص قال لك ايه؟ في عهد وزاره توفيق نسيم. توفيق نسيم كان ماسك منصب رئيس الوزراء. في عهد وزاره توفيق نسيم الراجل ده وهو رئيس الوزراء حظ ام النحس توتر الموقف الدولي. بص اول كلمه قالها لك ايه؟ في عهد وزاره توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي. مستر يعني ايه كلمه اتوتر الموقف الدولي؟ يعني عقبال امانتك كده ان شاء الله بعيد عن السامعين هتقوم حرب عالميه ثانيه. يبقى لك في عهد وزاره توفيق نسيم توتر الموقف الدولي. يا استاذنا يعني ايه كلمه توتر الموقف الدولي؟ يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. تاني، في عهد وزاره توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. ايه سبب الحرب العالميه الثانيه؟ ما هو سبب قيام الحرب العالميه الثانيه؟ توتر الموقف الدولي يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. ايه سبب الحرب العالميه الثانيه؟ ان في دوله اسمها ايطاليا احتلت منطقه اسمها الحبشه سنه 1935، واللي انت ما تعرفوش ان الحبشه دي مكانها في شرق افريقيا. يبقى لما حد يسالني ما هو سبب قيام الحرب العالميه الثانيه؟ هو احتلال ايطاليا للحبشه سنه 1935. يعني سبب الحرب العالميه الثانيه ان ايطاليا احتلت الحبشه. طب تاني، مين رئيس الوزراء؟ توفيق نسيم. في عهد وزاره توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي. مستر يعني ايه كلمه اتوتر الموقف الدولي؟ يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. مستر ايه سبب الحرب العالميه الثانيه؟ ان ايطاليا احتلت الحبشه. طب مستر ايطاليا احتلت الحبشه سنه كام؟ 1935. ده سبب الحرب العالميه الثانيه. طب مستر لما تقوم حرب عالميه ثانيه احنا كمصريين مالنا؟ لا لينا. ما لما تقوم حرب عالميه ثانيه انجلترا هتستغلنا زي ما استغلتنا في الحرب العالميه الاولى. هو ده الذكاء. فاكر انجلترا استغلتنا في الحرب العالميه الاولى ازاي؟ فاكر انجلترا عملت فينا ايه؟ تجنيد المصريين، مواشي الفلاحين، احكام عرفيه، منعت الجمعيه التشريعيه، كممت الصحافه. فاحنا خفنا ان انجلترا تعمل فينا وتستغلنا زي ما استغلتنا في الحرب العالميه الاولى. عشان كده كان في حزب مصري اسمه حزب الوفد. حزب الوفد طلب يدخل مع انجلترا في مفاوضات. حزب الوفد كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات لإلغاء حاجة اسمها التحفظات الأربعة عشان نبقى دولة مستقلة وانجلترا ما تستغلناش. يبقى احنا كنا عايزين نتفاوض مع انجلترا. ليه عايزين نتفاوض مع انجلترا؟ عشان نلغي التحفظات الأربعة. طب ليه عايزين نلغي التحفظات الأربعة؟ عشان ما حدش يستغلنا. يبقى في عهد وزارة توفيق نسيم. قال لك في عهد وزارة توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي. مستر يعني ايه كلمة اتوتر الموقف الدولي؟ يعني هتقوم حرب عالمية تانية. طب مستر ايه سبب الحرب العالميه الثانيه؟ هو احتلال ايطاليا للحبشه. طب لما ايطاليا تحتل الحبشه وتقوم حرب عالميه ثانيه احنا كمصريين خفنا ان انجلترا تستغلنا زي ما استغلتنا في الحرب العالميه الاولى. احنا خفنا ان انجلترا تستغلنا زي ما استغلتنا في الحرب العالميه الاولى. فهنا حزب الوفد كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات عشان نلغي التحفظات الاربعه. لكن في الوقت ده طلع وزير خارجية بريطانيا. وزير خارجية بريطانيا يا جماعة كان واحد اسمه صامويل هور. مين هو صامويل هور؟ ده وزير خارجية بريطانيا. شغال ايه صامويل هور؟ وزير خارجية بريطانيا. طلع قال تصريحات. يبقى انا هنا عندي سؤال بيقول لي ايه؟ تصريحات صامويل هور. الراجل ده طلع قال ايه؟ صامويل هور طلع قال لك انا برفض المفاوضات مع مصر. انا مش هتفاوض مع حد. أنا أفضل التعامل مع مصر بحرية ودون قيود. كلمة أتعامل مع مصر بحرية ودون قيود يعني أنا مش هلغي التحفظات الأربعة. فقال لك إن في الوقت ده طلع وزير خارجية بريطانيا اسمه صامويل هور قال إيه في تصريحاته؟ أنا مش هتفاوض مع حد وهتعامل مع مصر بحرية ودون قيود ما النتائج المترتبة على.
ما النتائج المترتبه على تصريحات صامويل هور؟ مش صامويل هور ده طلع قال تصريحات؟ مش صامويل هور قال لك انا بتعامل مع مصر بحريه ودون قيود؟ ما النتائج المترتبه على ذلك؟ هل الشعب سكت؟ لا. الشعب نزل عمل ثوره 1935. يبقى لما حد يسالني ليه الشعب عمل ثوره 1935؟ بسبب تصريحات وزير الخارجيه صامويل هور الذي اعلن انه يرفض المفاوضات ويفضل التعامل مع مصر بحريه ودون قيود من الاول. مين رئيس الوزراء النهارده؟ توفيق نسيم. في عهد وزاره توفيق نسيم الراجل ده وهو ماسك منصب رئيس الوزراء اتوتر الموقف الدولي. يعني ايه كلمه اتوتر الموقف الدولي؟ يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. ايه سبب الحرب العالميه الثانيه؟ ان ايطاليا احتلت الحبشه سنه 1935 والحبشه دي في شرق افريقيا. طب مستر هو لما تقوم حرب عالميه ثانيه احنا كمصريين هنتضايق من ايه؟ احنا هنتضايق ان انجلترا هتستغلنا زي ما استغلتنا في الحرب العالميه الاولى. هو ده اللي هيضايقنا، ان انجلترا هتعمل فينا زي ما عملت في الحرب العالميه الاولى. فهنا حزب الوفد طلب يدخل مع انجلترا في مفاوضات لالغاء حاجه اسمها التحفظات الاربعه. فطلع وزير خارجيه بريطانيا كان واحد اسمه صامويل هور قال لك انا عايز اتعامل مع مصر بحريه ودون قيود، يعني انا مش هعمل مفاوضات. هل الشعب سكت؟ لا. الشعب نزل انفجر وعمل ثوره 1935. قال لك اشتعلت البلاد بالمظاهرات وعطلنا حركه المواصلات والشعب شكل جبهه وطنيه. كلمه ان الشعب شكل جبهه وطنيه يعني الشعب كان عنده اهداف. ايه هي اهداف الشعب؟ رقم 1 عودة دستور 1923. الطالب اللي بيذاكر دستور 23 اللي لغاه واحد اسمه اسماعيل صدق. احنا عايزين نرجع دستور 23. تاني حاجة، تاني مطلب ان احنا ندخل مع انجلترا في مفاوضات. يبقى يا حد يسألني مين رئيس الوزراء؟ توفيق نسيم. في عهد وزارة توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي. يعني ايه كلمة اتوتر الموقف الدولي؟ يعني هتقوم حرب عالمية تانية. ايه سبب الحرب العالمية التانية؟ هو احتلال ايطاليا للحبشة سنة 1935. طب مصر لما تقوم حرب عالمية تانية احنا كمصريين ايه اللي هيضايقنا؟ هيضايقنا حاجة صغيرة يا حبيبي، ان انجلترا هتعمل فينا نفس اللي عملته في الحرب العالمية الاولى. فحزب الوفد كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات لالغاء تحفظات اسمها التحفظات الاربعه. تاني الغاء تحفظات اسمها التحفظات ايه؟ الاربعه. ثانيه واحده يا جماعه. قال لك ان في الوقت ده طلع وزير خارجيه بريطانيا صامويل هور قال لك انا عايز اتعامل مع مصر بحريه ودون قيود، يعني انا مش هتفاوض مع حد. فالشعب نزل عمل ثوره 1935. عملنا مظاهرات، عطلنا حركه المواصلات، عايزين نرجع دستور 23 اللي لغاه اسماعيل صدقي ونخش مع انجلترا في مفاوضات. هقول لك على حاجه هتصدمك. انجلترا هتوافق على مطالب الشعب. نعم، والله انجلترا هتوافق على مطالب الشعب وهترجع دستور 23 وهتتفاوض معانا. بس انت عارف انجلترا هتتفاوض معانا ليه؟ عارف انجلترا هتنفذ مطالبنا ليه؟ مش حبا فينا. انجلترا هتنفذ مطالبنا عشان انجلترا داخله على حرب عالميه تانية. فهي مش عايزه نوش، مش عايزه مشاكل. فلما حد يجي يسالني ليه انجلترا هتنفذ مطالب الشعب؟ عشان داخله على حرب عالميه تانية. يبقى تاني انجلترا هتنفذ مطالبنا؟ ليه؟ عشان داخله على حرب عالميه تانية. فهنا انجلترا امرت الملك ده يا جماعه اسمه الملك احمد فؤاد. انجلترا امرت الملك احمد فؤاد بايه؟ رقم 1 يا ملك عوده دستور 1923. يبقى في الوقت ده انجلترا امرت الملك احمد فؤاد ان هو يرجع دستور 23. رقم 2 وافقت تدخل معانا في مفاوضات. انجلترا قالت لك انا موافق ادخل مع الشعب في مفاوضات بس شرط ان المفاوضات دي يكون فيها كل الاحزاب مش حزب الوفد بس. انا مش هتفاوض مع حزب الوفد فقط، لا، عايزين تتفاوضوا المفاوضات دي يكون فيها كل الاحزاب، يعني يكون فيها كل ممثلين الشعب، عشان مش بعد ما اجي اعمل معاهده حد يقول لي انا ما كنتش موجود. فانا عايزه ممثلين الشعب كلهم يكونوا موجودين.
كلمه ممثلين الشعب يعني يكون فيها كل الاحزاب. فقال لك ان في الوقت ده انجلترا وافقت ان هي تدخل معانا في مفاوضات، بس حطت شرط لهذه المفاوضات ان المفاوضات دي هيكون فيها كل الاحزاب. كلمه ان المفاوضات يكون فيها كل الاحزاب يعني فيها كل ممثلين الشعب. يبقى تاني من الاول يا جماعه، في الوقت ده قامت حرب عالميه تانيه. طب لما تقوم حرب عالميه تانيه انجلترا هتنفذ مطالبنا، بس مش عشان بتحبنا. انجلترا هتنفذ مطالبنا عشان هي داخله على حرب عالميه تانيه. انا نفسي انت تفهم دي. ليه انجلترا هتنفذ مطالب الشعب؟ انجلترا هتنفذ مطالب الشعب عشان داخله على حرب عالميه تانيه. ففي الوقت ده انجلترا امرت الملك ان هو يرجع دستور 1923، وانجلترا وافقت تدخل معانا في مفاوضات، بس حط شرط ان المفاوضات دي هيكون فيها كل الاحزاب. كلمه ان المفاوضات يكون فيها كل الاحزاب يعني المفاوضات دي هيكون فيها كل ممثلين الشعب. طب ثانيه واحده، كل ده مين رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء واحد اسمه ايه؟ توفيق نسيم. يبقى كل ده رئيس الوزراء واحد اسمه توفيق نسيم. فتوفيق نسيم في الوقت ده قدم استقالته. توفيق نسيم راح مقدم ايه؟ استقالته من رئيس الوزراء، قدم استقالته بدون سبب. توفيق نسيم بدون اي سبب قدم استقالته. طب ينفع اسال سؤال؟ لما توفيق نسيم يقدم استقالته المفروض مين اللي هيمسك رئيس الوزراء؟ المفروض ان احنا بنختار حد يمسك رئيس الوزراء. لكن توفيق نسيم لما قدم استقالته هنا الملك كلف واحد يمسك اسمه علي ماهر. الملك كلف علي ماهر يمسك. علي ماهر هيمسك بصفه مؤقته لحد ما نعمل انتخابات. يبقى الملك كلف واحد جديد اسمه علي ماهر. طب الملك كلف واحد جديد اسمه علي ماهر، علي ماهر هيمسك بصفه مؤقته لحد ما نعمل انتخابات. يبقى الملك كلف مين؟ الملك كلف علي ماهر. طب علي ماهر هيمسك بصفه ايه؟ مؤقته. لحد ايه؟ لحد ما نعمل انتخابات. يبقى دلوقتي توفيق نسيم قدم استقالته، فالملك كلف علي ماهر يمسك بصفه مؤقته لحد ما نعمل انتخابات. وطلع الملك اصدر مرسوم في شهر فبراير سنه 1936. قال ايه في المرسوم ده؟ قال في المرسوم يا جماعه روحوا تفاوضوا مع انجلترا، روحوا ابداوا مفاوضات مع انجلترا، الشعب يروح يتفاوض مع انجلترا، والمفاوضات دي يكون فيها كل الاحزاب ما عدا الحزب الوطني. يبقى الملك قال لك خدوا كل الاحزاب روحوا تفاوضوا مع انجلترا ما عدا الحزب الوطني، هيعمل لكم مشاكل. الحزب الوطني لو راح ده حزب خلق ليعترض، اي حاجه يقول لكم عليها لا، فيعمل لكم مشاكل، فبلاش الحزب الوطني. رقم 2، الملك اصدر مرسومين شهر مارس سنه 1936 لاجراء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى. يبقى الملك اصدر مرسومين في شهر مارس 36 عشان نعمل انتخابات مجلس الشعب والشورى. طب طالما عملنا انتخابات يبقى الشعب هينزل يختار حزب الايه؟ الوفد. ما يا ابني انت مش فاهم ان علي ماهر كان ماسك بصفه مؤقته لحد ما نعمل انتخابات. عملنا انتخابات. نفسي افهمك النقطه دي. طالما عملنا انتخابات يبقى الشعب هيختار. وطالما الشعب هيختار، الشعب هيختار حزب اسمه حزب الايه؟ الوفد. طب الشعب لما يختار حزب الوفد مين هيبقى رئيس الوزراء؟ سعد زغلول مات. فاللي هيمسك حزب الوفد دلوقتي واحد اسمه مصطفى النحاس. يبقى لك ان احنا هنعمل انتخابات فهيمسك مصطفى النحاس. يبقى توفيق نسيم قدم استقالته. بعد توفيق نسيم مسك علي ماهر. علي ماهر بصفه مؤقته. خلي بالك ان علي ماهر ده احزاب الاقليه اللي هم حبايب الملك. طب بعد علي ماهر مين اللي مسك؟ بعد علي ماهر عملنا انتخابات ففاز حزب اسمه حزب الوفد. طب لما يفوز حزب الوفد مسك مصطفى النحاس. يبقى مصطفى النحاس حزب الوفد مسك سنه 1936. السؤال ده انا هساله لك هيفرق معاك كتير قوي. هو مصطفى النحاس لما مسك رئيس الوزراء دلوقتي الوزاره دي دلوقتي متعينه ولا منتخبه؟ لا منتخبه باراده الشعب، دي الشعب انتخبها. يقول لك ان مصطفى النحاس دلوقتي الوزاره دي منتخبه انتخابات. خلي بالك ان مصطفى النحاس النهارده هيمسك كذا مره،
فخليك فاكر ان هو اول مره مسك 1936 ودي كانت وزاره منتخبه. يبقى تاني يا جماعه، مصطفى النحاس رئيس حزب اسمه حزب الايه؟ الوفد. مصطفى النحاس مسك سنه كام؟ 1936. طب مصطفى النحاس لما مسك 1936 وزاره منتخبه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مصر وانجلترا هيتفاوضوا. مصر وانجلترا هيبداوا مفاوضات شهر مارس سنه 1936. هيقعدوا يتفاوضوا من مارس 36 لحد اغسطس 1936. يعني مصر وانجلترا يبداوا مفاوضات من شهر 3 سنه 36 لحد شهر 8 سنه 36. يعني مصر وانجلترا يقعدوا يتفاوضوا مع بعض حوالي 5 شهور، من شهر 3 لشهر 8. طب بعد ما قعدوا يتفاوضوا مع بعض 5 شهور، اخيرا مصر وانجلترا هيعملوا مع بعض معاهده اسمها معاهده 1936 او اسمها معاهده الاخاء والتحالف. يبقى لك اخيرا بعد 5 شهور مفاوضات مصر وانجلترا يعملوا مع بعض معاهده 1936 اللي هي ليها اسم تاني اسمها الاخاء والتحالف. يبقى انا عايز اراجع بسرعه. اراجع ازاي؟ توفيق نسيم في عهد وزاره توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي. يعني ايه كلمه اتوتر الموقف الدولي؟ يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. يبقى في عهد وزاره توفيق نسيم اتوتر الموقف الدولي، يعني هتقوم حرب عالميه ثانيه. ايه سبب الحرب العالميه الثانيه؟ ان ايطاليا احتلت الحبشه سنه 1935. طب لما تقوم حرب عالميه ثانيه احنا كمصريين ايه اللي هيضايقنا؟ احنا خفنا ان انجلترا تعمل فينا نفس اللي عملته في الحرب العالميه الاولى. فهنا حزب الوفد كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات. طب حزب الوفد كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات لالغاء تحفظات اسمها التحفظات ايه؟ الاربعه. طلع وزير خارجيه بريطانيا كان اسمه صامويل هور. صامويل هور قال في تصريحاته انا مش هتفاوض مع حد. فالشعب نزل اداله على عينه وعمل ثوره 1935. اشتعلت البلاد بالمظاهرات وعطلنا حركه المواصلات والشعب عمل جبهه وطنيه. طالبنا بعوده دستور 1923 اللي كان لجاسم عيد صدقي وطلبنا ندخل مع انجلترا في مفاوضات. طب اساتذه انجلترا هتنفذ مطالبنا مش حبا فينا، انجلترا مش بتحبنا. انجلترا هتنفذ مطالبنا عشان داخله على حرب عالميه ثانيه. فهنا انجلترا امرت الملك اسمه الملك احمد فؤاد، يا ملك رجع دستور 1923، ويا ملك احنا هنخش مع الشعب المصري في مفاوضات. طب احنا هنخش مع الشعب المصري في مفاوضات بس شرط ان هذه المفاوضات هيكون فيها كل الاحزاب. كلمه المفاوضات فيها كل الاحزاب يعني فيها كل ممثلين الشعب. يبقى احنا هنتفاوض بس على شرط المفاوضات دي يكون فيها كل الاحزاب كل ممثلين الشعب. علي ماهر توفيق نسيم قدم استقالته، مسك علي ماهر بصفه مؤقته لحد ما نعمل انتخابات. عملنا انتخابات، فاز حزب الوفد اللي هو مصطفى النحاس. مصر وانجلترا بدأوا مفاوضات شهر مارس لحد شهر اغسطس. يعني مصر وانجلترا قعدوا يتفاوضوا مع بعض 5 شهور من شهر مارس لشهر اغسطس. نتج عن هذه المفاوضات عقد معاهده 1936 اللي هي الاخاء والتحالف. فقال لك ان مصر وانجلترا تفاوضوا، عملوا مع بعض معاهده اسمها معاهده 1936 اللي هي اسمها معاهده الاخاء والتحالف. طب ينفع اسال سؤال؟ مصر وانجلترا قعدوا يتفاوضوا مع بعض 5 شهور. نتج عن هذه المفاوضات عقد معاهده 1936 او اسمها الاخاء والتحالف. سمي الله صلى الله عليه وسلم. نصت على ايه هذه المعاهده؟ رحيل القوات البريطانيه عن مصر. ثانيه واحده بقى، انا عايزك تمخمخ لي قوي في المعاهده دي عشان بعد ما اخلصها هسالك سؤال مهم شويه. اول حاجه قالها رحيل القوات البريطانيه عن مصر. انجلترا هتمشي بره مصر. طب حلو، انجلترا هتمشي، مصلحه مش مصلحه قوي. هي انجلترا هتمشي بره مصر ما عدا منطقه اسمها منطقه قناه السويس. يبقى خلي بالك معنى كلمه ان انجلترا هتمشي بره مصر يعني مصر هتبقى دوله مستقله. ما هو الجيش البريطاني هيمشي يعني مصر بقت دوله مستقله، بس الجيش البريطاني مش هيمشي من مصر كلها. الجيش البريطاني هيمشي بره مصر ما عدا منطقه اسمها منطقه قناه السويس. يبقى رحيل القوات البريطانيه عن مصر. يلا رحيل القوات البريطانيه عن مصر. رحيل القوات البريطانيه عن مصر ما عدا منطقه اسمها منطقه قناه السويس. طب رقم 2 تقويه، بص بقى النقطه رقم 2 تقويه الجيش المصري. احنا هنقوي الجيش المصري.
احنا هنقوي الجيش المصري لدرجه تمكنه يدافع عن قناه السويس. يبقى ثانيه واحده، احنا هنقوي الجيش المصري لانه درجه، احنا هنقوي الجيش المصري لدرجه ان هو يقدر يدافع عن قناه السويس. ولما الجيش المصري يقدر يدافع عن قناه السويس، الجيش البريطاني اللي هناك هيمشي. رقم 3، يبقى رقم 1 رحيل القوات البريطانيه عن مصر. الجيش البريطاني هيرجع بره مصر. طب الجيش البريطاني هيطلع بره مصر ما عدا منطقه قناه السويس. هنقوي الجيش المصري لدرجه تمكنه يدافع عن قناه السويس. ولو الجيش المصري قدر يدافع عن قناه السويس، الجيش البريطاني اللي هناك هيمشي. رقم 3 عوده الجيش المصري للسودان. الجيش المصري هيرجع مره ثانيه للسودان. ايه ده؟ هو الجيش المصري انسحب من السودان؟ الجيش المصري انسحب من السودان في عهد وزاره احمد زويل، لما احمد زويل وافق على شروط الانذار، وكان من ضمن شروط الانذار هو سحب الجيش المصري من السودان. فقال لك ان الجيش المصري هيرجع للسودان مره ثانيه، وانجلترا تعترف ان احنا وهي شركاء في حكم السودان. دي كانت في الباب الثالث، ان مصر وانجلترا الاثنين شركاء في حكم السودان، اسمها اتفاقيه الحكم الثنائي المشترك للسودان، ان احنا الاثنين شركاء في حكم السودان. يبقى قال لك رقم 1 رحيل القوات البريطانيه عن مصر ما عدا منطقه قناه السويس. هنقوي الجيش المصري لدرجه تمكنه يدافع عن قناه السويس. عوده الجيش المصري الى السودان. طب رقم 4، وركز بقى في النقطه رقم 4، دخول مصر. بص النقطه رقم 4، دخول مصر منظمه اسمها عصبه الامم. ايه هي عصبه الامم دي؟ عصبه الامم دي يا حبيبي بيخشها الدول المستقله فقط. فقال لك دخول مصر منظمه اسمها عصبه الامم. ايه عصبه الامم دي؟ دي منظمه بيخشها الدول المستقله. معنى ان مصر هتخش عصبه الامم يعني مصر بقت دوله مستقله، يعني كده في اعتراف دولي باستقلال مصر. يبقى لك دخول مصر عصبه الامم يعني مصر هتبقى دوله مستقله، يعني كده في اعتراف دولي باستقلال مصر، يعني كل دول العالم هتعترف ان مصر دوله مستقله. رقم 5 حريه مصر. رقم 5 حريه مصر في عقد ما تشاء من معاهدات. رقم 5 مصر حره في عقد المعاهده اللي هي عايزاها. مصر حره في عقد ما تشاء من معاهدات، مصر ليها حق تعمل اي معاهده هي عايزاها في اي وقت. رقم 6 ودي ركز لي فيها، سياسه التمصير. ايه هي سياسه التمصير؟ ان هو هيسحب الموظفين الاجانب من كل حته. هيسحب الموظفين الاجانب من الجيش، من الشرطه، من العدل، من الماليه، من الحقانيه. هيسحب الموظفين الاجانب من كل مكان. طب هيسحب الموظفين الاجانب من كل مكان ويعين مكانهم موظفين مصريين. يبقى هيسحب الموظفين الاجانب ويعين موظفين مصريين. اسمها سياسه التنصير. رقم 7 ودي اخر حاجه هي الغاء الامتيازات الاجنبيه. ايه هي الغاء الامتيازات الاجنبيه؟ حبيب قلبي، الاجانب كانوا مميزين عن المصريين. الاجانب كانوا مميزين عن المصريين ان هم ما بيدفعوش فواتير زينا، ما بيدفعوش ضرائب زينا. طب هو هيلغي الامتيازات الاجنبيه يعني هيساوي المصريين بالاجانب. هقول لك على حاجه، معاهده 10/10، معاهده جميله جدا. ليه؟ مصر بقت دوله مستقله. ده احنا كمان هنخش عصبه الامم، واحنا هنعمل المعاهدات اللي احنا عايزينها، والمصريين هيمسكوا الوظائف، وهنلغي الامتيازات الاجنبيه، وجيشنا هيرجع للسودان، وهنقوي الجيش المصري، وانجلترا هتمشي بره مصر ما عدا منطقه قناه السويس. ولو احنا قدرنا ندافع عن قناه السويس، الجيش البريطاني اللي هناك هيمشي. هقول لك على حاجه، واقسم بالله معاهده لوز العين، معاهده جميله جدا. ليه؟ لان مصر بقت دوله مستقله. بس انا عايز اسالك سؤال، معنى ان مصر دوله مستقله يعني كده ما ينفعش حد يتدخل في شؤون مصر الداخليه. فكر فيها، معنى ان احنا دوله مستقله يعني ما ينفعش حد يتدخل في شؤوننا الداخليه. طب سمي الله، ما النتائج المترتبه على معاهده 1936 اللي هي اسمها الآخاء والتحالف.
ما النتائج المترتبه على معاهده 36 اللي هي الاخاء والتحالف؟ قبل اي كلمه وقبل اي حاجه عايز اعرفك ان المعاهده دي ادت مصر استقلال، مصر بقت دوله مستقله وما ينفعش حد يتدخل في شؤوننا الداخليه. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان معاهده 1936 حققت لمصر استقلال تام. ما النتائج المترتبه على معاهده 1936؟ اتحولت علاقه مصر وبريطانيا من علاقه عداء لعلاقه تحالف. يعني مصر وانجلترا بدل ما الاثنين ما كانوا اعداء وبدل ما الاثنين كانوا بيكرهوا بعض، العلاقه بينهم بقت علاقه عداء وتحالف. اسف، من اعداء الى تحالف. يبقى تحولت العلاقه من عداء لود وتحالف. ليه؟ لان معاهده 1936 هي معاهده ادت مصر استقلال تام. فلك حولت علاقه مصر وبريطانيا من علاقه عداء لعلاقه تحالف. رقم 2، بص بقى النقطه رقم 2، ازداد نفوذ القصر. بص الكلمه دي، ازداد نفوذ القصر. يعني ايه كلمه ازداد نفوذ القصر؟ هي كلمه القصر هنا عايده على مين؟ كلمه القصر عايده على الملك. لما اجي اقول لك كلمه القصر اعرف ان كلمه القصر دي عايده على الملك. فيقول لك ازداد نفوذ القصر، يعني القصر بقى ليه كلمه مع اعتلاء حكم مصر. لما مسك حكم مصر الملك الشاب، الملك الشاب كان اسمه الملك فاروق. احمد فؤاد مات، بقاء لله، كلنا هنموت. احمد فؤاد لما مات هيمسك ابنه الملك فاروق. فقال لك بص الكلمه الجايه، ازداد نفوذ القصر، يعني القصر بقى ليه كلمه. فقال لك ازداد نفوذ القصر مع اعتلاء حكم مصر الملك الشاب. الملك الشاب اللي هو الملك مين؟ فاروق. فقال لك ازداد نفوذ القصر، القصر بقى ليه كلمه مع اعتلاء حكم مصر الملك الشاب اللي هو الملك فاروق. فاروق اول ما جه عمل 3 حاجات. عين علي ماهر رئيس الديوان. يعني ايه كلمه رئيس الديوان يا مستر؟ عشان شفتها في الملزمه بس مش فاهمها. يعني ايه كلمه عين علي ماهر رئيس الديوان؟ يعني السكرتير الخاص بتاعه. لما اجي اقول لك عين علي ماهر رئيس الديوان، يعني علي ماهر بقى هو السكرتير الخاص بتاعه. طب بعد ما عين علي ماهر رئيس الديوان، شال مصطفى النحاس من منصب رئيس الوزراء، وده حقه. هو من حق الملك يشيل رئيس الوزراء، لكن مش من حقه يعين. قال لك هو شال رئيس الوزراء المصري. طبعا اخر رئيس وزراء مصري كنا واقفين عنده كان مصطفى النحاس. انا مش عارف هو فين والله. هو راح فين؟ استنى ندور عليه بقى. اخر رئيس وزراء كان مصطفى ايه؟ النحاس. هو بقى الملك فاروق اول ما جه شال مصطفى النحاس من منصب رئيس الوزراء. هو حقه يشيل رئيس الوزراء، لكن مش حقه يعين حد جديد. فلك هو شال مصطفى النحاس من منصب رئيس الوزراء وعين احزاب اسمها احزاب الاقليه. عين مين في احزاب الاقليه؟ عين علي ماهر. يعني كده هو خلى علي ماهر رئيس الديوان ورئيس الوزراء. طب هو لما يشيل مصطفى النحاس ده حقه، لكن لما عين علي ماهر ده مش حقه، لان رئيس الوزراء الشعب هو اللي بيختاره. فقال لك منتهكا، بص الكلمه اللي جايه، منتهكا بذلك الدستور. كلمه منتهكا بذلك الدستور يعني كده هو بيخالف الدستور. فقال لك منتهكا بذلك الدستور، يعني كده هو بيخالف الدستور. لما يعين رئيس وزراء هو كده خالف الدستور. يبقى الملك فاروق لما جه عين علي ماهر رئيس الديوان، شال مصطفى النحاس من منصب رئيس الوزراء، وراح معين بدلا منه علي ماهر في رئاسه الوزراء. يعني كده هو عين رئيس وزراء وهو مش من حقه ان هو يعين رئيس وزراء. طب خلي بالك ان في الوقت ده ظهر جماعه اسمها جماعه الاخوان المسلمين، وجماعه اخرى اسمها جماعه مصر الفتاه. يبقى في الوقت ده ظهر عندي حاجتين، جماعه الاخوان المسلمين وجماعه مصر الفتاه. سمي الله وصلى على رسول الله. الحته اللي انا هكتبها دلوقتي دي هي بالنسبه لك اساس الدرس. الحرب العالميه الثانيه اطرافها دول الحلفاء ودول المحور. الحرب العالميه الثانيه بدات سنه 1939 انتهت سنه 1945. يبقى لما حد يجي يسالني عن اطراف الحرب العالميه الثانيه اقول له ان الحرب بدات سنه 1939 انتهت 1945. اطراف الحرب العالميه الثانيه مين هم اطراف الحرب؟ دول اسمها دول الحلفاء ودول اسمها دول المحور. مين الحلفاء دول؟ انجلترا وفرنسا. مين المحور؟ المانيا والنمسا
وايطاليا. الحته دي بره الملزمه بس انا عايزك تزودها، معلش هي بره الكتاب انا عايزك تزودها. اكتب الحرب العالميه الثانيه بدات 1939 انتهت 1945. اطراف الحرب العالميه الثانيه دول الحلفاء ودول المحور. مين هم الحلفاء؟ انجلترا وفرنسا. مين هم المحور؟ المانيا، النمسا، ايطاليا. طب عايز اقول لك على حاجه ثانيه مهمه جدا 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 فوق مما حضرتك تتوقع. الحرب العالميه الثانيه اطرافها دول الحلفاء ودول المحور. بص بقى، شايف دول المحور دول؟ هكتب عند المحور الملك فاروق، وهكتب عند المحور علي ماهر. يبقى انا عند المحور كاتب كام حاجه؟ 2. انا عند المحور كاتب الملك فاروق وكاتب علي ماهر. طب انا عند المحور كاتب الملك فاروق وكاتب علي ماهر، اذا الملك فاروق وعلي ماهر الاثنين ميولهم محوريه. يعني الملك فاروق وعلي ماهر بيأيدوا دول المحور. الملك فاروق وعلي ماهر بيأيدوا المانيا والنمسا وايطاليا، وما تسالش نفسك اي سؤال ملوش اي 30 لازمه. اكتب اللي انا قلت لك عليه بس وهتعرف كل حاجه قدام. يبقى معاهده 1936 اللي هي معاهده الاخاء والتحالف اتحولت علاقه مصر وبريطانيا من علاقه عداء لعلاقه تحالف. ادي رقم 1. رقم 2 ازداد نفوذ القصر. القصر بقى ليه كلمه مع اعتلاء حكم مصر. اعتلاء يعني تولى الحكم الملك الشاب اسمه الملك فاروق. طب الملك فاروق لما مسك الحكم عين علي ماهر رئيس الديوان، وشال مصطفى النحاس من منصب رئيس الوزراء، وراح معين بدلا منه علي ماهر منتهكا بذلك الدستور سنه 1937. قلت لك ان الملك فاروق وعلي ماهر الاثنين ميولهم محوريه. يعني الملك فاروق وعلي ماهر الاثنين بيأيدوا دول اسمها دول المحور. فقال لك ان الملك فاروق وعلي ماهر الاثنين ميولهم محوريه، يعني الملك فاروق وعلي ماهر الاثنين بيأيدوا دول اسمها دول المحور. طب يا اساتذه اقول لك على حاجه، في الوقت ده ظهر جماعه الاخوان المسلمين وجماعه مصر الفتاه. يبقى انا عايز ارجع هنا، مصطفى النحاس مشي، جه بدلا منه واحد من احزاب الاقليه اسمه علي ماهر. علي ماهر مسك سنه 1937 ودي احزاب الاقليه. بص بقى الحته اللي جايه، حته جميله قوي. سنه 1940 بص 1940 تعال بص هنا، هي 1940 يعني انا قبل الحرب ولا بعد الحرب ولا اثناء الحرب؟ اثناء الحرب. 1940 انا اثناء الحرب العالميه الثانيه. اثناء الحرب العالميه الثانيه حصل خلاف كبير جدا ما بين انجلترا ورئيس الوزراء. مين هو رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء علي ماهر. فلكن اثناء الحرب العالميه الثانيه حصل خلاف كبير جدا ما بين انجلترا ورئيس الوزراء علي ماهر. طب يا استاذنا ليه حصل بين الاثنين خلاف؟ انا اقول لك. حصل خلاف كبير جدا بين انجلترا وعلي ماهر عشان انجلترا طلبت من علي ماهر ان هو يعلن الحرب على دول المحور. يعني انجلترا قالت لعلي ماهر رئيس الوزراء خلي الجيش المصري يضرب في دول المحور. تفتكر علي ماهر وافق ولا رفض؟ طبعا رفض. ليه رفض؟ لان علي ماهر ميوله محوريه. علي ماهر بيأيد المحور. فلكن اثناء الحرب العالميه الثانيه تحديدا سنه 1940 حصل خلاف كبير جدا ما بين انجلترا وعلي ماهر رئيس الوزراء. ليه حصل خلاف بين الاثنين؟ بسبب رفض علي ماهر مطلب انجلترا. لان علي ماهر رفض مطلب انجلترا. ايه هو مطلب انجلترا؟ اعلان الحرب على دول المحور. ليه يا مستر؟ لان يا قلب المستر علي ماهر كانت ميوله محوريه. يبقى لك ان في الوقت ده سنه 1940 واثناء الحرب العالميه الثانيه، ايه اللي حصل اثناء الحرب العالميه الثانيه؟ قال لك بكل بساطه حصل خلاف بين انجلترا وعلي ماهر. لان علي ماهر رفض طلب انجلترا ان هو يعلن الحرب على دول المحور، لان علي ماهر بيقولوا محوريه. بص الكارثه اللي هتحصل. فهنا انجلترا قالت للملك فاروق اعزل علي ماهر، احنا مش عايزين علي ماهر، اتفضل اعزله وهات مكانه اي حد من حبايبك اللي هم احزاب الاقليه. اقف عند الحته دي ربع ساعه. انا ممكن اقف هنا ربع ساعه بالظبط. ليه؟ هي انجلترا قالت للملك فاروق شيل علي ماهر. انجلترا قالت للملك فاروق شيل علي ماهر رئيس الوزراء وهات بدلا منه اي حد من احزاب الاقليه. طب يا انجلترا بتقول له شيل رئيس الوزراء علي ماهر وهات مكانه اي حد تاني، يعني كده انجلترا بتتدخل في شؤون مصر الداخليه. ثانيه واحده،
معنى كده ان انجلترا بتتدخل في شؤون مصر ايه؟ الداخليه. طب معنى ان انجلترا بتتدخل في شؤون مصر الداخليه يبقى كده انجلترا بتخالف معاهده 1936 واكتب عندها رقم 1. ليه يا مستر كتبت عندها رقم 1؟ لان كده اول مره انجلترا تخالف المعاهده. خلي بالك ان انجلترا هتخالف معاهده 36 اكتر من مره، لان المفروض انجلترا ما تتدخلش في شؤوننا الداخليه. لكن معنى ان انجلترا تقول للملك فاروق شيل علي ماهر وهات مكانه حد تاني، يعني معنى كده ان انجلترا خلفت معاهده 36 ان هي اتدخلت في شؤون مصر الداخليه. فين يجيب لي سؤال يقول لي دلل نقضت بريطانيا. نقضت يعني خلفت بريطانيا معاهده 1936. اقول له ان هي اتدخلت في شؤون مصر الداخليه. اقول له ان هي طلبت من الملك فاروق اقاله علي ماهر بسبب ميوله المحوريه. طلبت من الملك فاروق يشيل علي ماهر ويجيب احزاب الاقليه. فالملك فاروق شال علي ماهر وجاب بدلا منه واحد اسمه حسين سري. يبقى الملك فاروق سمع كلام انجلترا وبالفعل شال علي ماهر وراح جاب رقم 10 واحد اسمه حسين سري سنه 1940. تعال بقى نشوف الاكشن اللي جاي هيحصل. في اكشن جامد قوي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ سمي الله وصلى على رسول الله. بص يا نجم، هنا مصر. حلو الكلام؟ تمام. انجلترا موجوده فين في مصر؟ انجلترا موجوده في مدن اسمها مدن القناه. يبقى انجلترا موجوده في مصر تحديدا في مدن القناه اللي هي اسماعيليه، بورسعيد، السويس. حلو كده؟ اللي بيحكم مصر ملك اسمه الملك فاروق. اللي بيحكم مصر هو الملك فاروق. طب رئيس الوزراء دلوقتي اسمه حسين سري. طب مصر غربا، مصر غربا بيحدها دولة اسمها دولة ليبيا. يبقى حدود مصر الغربية يعني مصر من جهة الغرب بيحدها دولة اللي هي دولة ليبيا. يبقى لك ان حدود مصر الغربية هي ليبيا. ليبيا بتحد مصر من ناحية الغرب. ليبيا هي الحدود الغربية لمصر. ليبيا بتحد مصر غربا. طب ليبيا بتحد مصر غربا. قوات المحور. بص الكلمة اللي جايه. قوات المحور. مين المحور؟ ألمانيا والنمسا وإيطاليا. قوات المحور اللي كان بيقود جيش المحور واحد اسمه الجنرال روميل. مستر مين هو الجنرال روميل؟ ده قائد جيش ألمانيا والنمسا وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية. يا مستر مش هو اللي بيحكم ألمانيا ده تقريبا اسمه هتلر؟ طب وانا يا جاموس الطين قلت لك الحاكم ولا قائد الجيش؟ قلت لك قائد الجيش. قائد الجيش ألمانيا والنمسا وإيطاليا. قائد جيش المحور واحد اسمه الجنرال روميل. روميل دخل ليبيا واخد ليبيا كلها. وصل لحد اخر مدينه في ليبيا. انا مش عايز الملزمه دلوقتي خالص، اقفل لي الملزمه دي. مش عايز الكتب ولا عايز الملازم. يبقى تاني ابطال قال لك ان في الوقت ده قوات دول المحور. قوات دول المحور بيقودها الجنرال روميل. روميل دخل ليبيا كلها. وصل لحد اخر مدينه في ليبيا كانت مدينه اسمها بني غازي. يبقى روميل عرف ياخد ليبيا كلها. وصل لحد اخر مدينه في ليبيا. طب اخر مدينه في ليبيا كان اسمها بني غازي. كده روميل على حدود مصر. سؤال، هل قوات المحور دخلت مصر ولا واقفه على الحدود؟ واقفه على الحدود. فقال لك ان روميل واقف على الحدود. روميل لسه ما دخلش مصر. روميل واقف فقط على حدود مصر. طب روميل واقف على حدود مصر، هو عايز يدخل مصر يضرب مين؟ يضرب انجلترا. هل روميل بقى دخل مصر ولا واقف على الحدود؟ واقف على الحدود. يبقى قائد جيش المحور كان اسمه الجنرال روميل. الجنرال روميل واقف على الحدود، هو لسه ما دخلش مصر. فيوم 2 فبراير 1942 خلي بالك انا افكرك بحاجه واحده. روميل قائد المحور ما دخلش مصر، هو واقف على حدودها بعد ما اخذ ليبيا. افكرك بحاجه تانية ومهمه جدا، ان الملك فاروق ميوله محوريه، يعني الملك فاروق بيحب دول المحور. يبقى انا فكرتك ان الملك فاروق ميوله محوريه يعني بيحب دول المحور. فيوم 2 فبراير 1942 قال لك يوم 2 فبراير 1942 حرك القصر
مظاهرات. هي كلمه القصر دي عايده على مين؟ كلمه القصر هنا يا جماعه عايده على الملك فاروق. يعني كلمه القصر هنا تعود على الملك فاروق. فقال لك يوم 2 فبراير 1942. يوم 2 فبراير 1942 هنا كلمه 2 فبراير 1942 حرك القصر هو الملك فاروق. الملك فاروق حرك مظاهرات. يعني ايه حرك مظاهرات؟ سخن الشعب. انزلوا يا شعب اعملوا مظاهرات. نقول ايه يا ملك؟ نقول ايه في المظاهرات دي؟ اهتفوا هتاف واحد: الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل. كلمه الى الامام يا روميل يعني تعالى يا روميل خش مصر. فقال لك حرك القصر مظاهرات. طب حرك القصر مظاهرات بتهتف الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل، يعني تعالى يا روميل خش مصر. طب اسالك سؤال: لما روميل يدخل مصر هيدخل يضرب انجلترا. فيوم 2 فبراير 1942 الملك فاروق حرك مظاهرات بتهتف الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل. فهنا انجلترا عرفت. طب انجلترا لما عرفت قالت له: هو انت يا روميل اللي حركت مظاهرات بتهتف الى قالت له: هو انت يا فاروق؟ انجلترا عرفت. قالت له: هو انت يا فاروق اللي حركت مظاهرات بتهتف الى الامام يا روميل؟ قال له: ربنا منع. ده اللي عمل كده رئيس الوزراء حسين سري، انا ماليش دعوه. واصلا حسين سري ما عملش حاجه، اللي عمل كده هو الملك فاروق. فانجلترا قالت له: هو انت يا فاروق اللي حركت مظاهرات بتقول الى الامام يا روميل؟ قال له: ربنا منع، مش انا اللي عملت كده. بكل ثقه بقى مش انا اللي عمل كده، رئيس الوزراء اسمه حسين سري. عندك حسين سري اهو، خدي حقك منه. فانجلترا قالت له: طب انت هتشيل حسين سري. انجلترا قالت له: بقى انت هتشيل ايه؟ هتشيل حسين سري. قال لها: واجيب مكانه احزاب الاقليه؟ قالت له: لا يا روح ماما، انت هتشيل حسين سري وهتجيب مكانه حزب الوفد. حزب الوفد اللي هو مصطفى النحاس. ايه ده؟ انجلترا عايزه الوفد، انجلترا عايزه النحاس. اقول لك انا ليه. انت مستغرب صح؟ انا كنت مستغرب زيك، بس انا اقول لك ليه. لان مصطفى النحاس كان واعد انجلترا وعد ان هو لو مسك رئيس الوزراء هيساعد انجلترا في الحرب العالميه الثانيه. يبقى انجلترا قالت له: يا عم ملك فاروق هتشيل حسين سري وهتجيب مكانه حزب الوفد اللي هو مصطفى النحاس. فالملك فاروق قال: لا يا انجلترا انا مش موافق. قالت له: ايه؟ قال لها: انا مش موافق، والنهارده لو اخر يوم ليا، والنهارده لو اليوم اللي انا هموت فيه، افضل ان انا اموت راجل على اني اعيش جبان. انا مش هشيل حسين سري ومش هجيب مصطفى النحاس اللي هو حزب الوفد، واللي عندي كانجلترا اعمل ايه؟ قالت له: انت قد الكلام ده؟ الله انا قد الكلام ده. فيوم 4 فبراير 1942 يعني بعد الموضوع بيومين، هو الملك فاروق حرك المظاهرات يوم 2 فبراير 1942. فانجلترا عرفت، قالت له: شيل حسين سري وهات حزب الوفد اللي هو مصطفى النحاس. فالملك فاروق رفض. فيوم 4 فبراير 1942 انجلترا حركت دباباتها تحاصر قصر عابدين. قصر عابدين اللي هو قصر الملك فاروق. فقال لك يوم 4 فبراير 1942 انجلترا حركت الدبابات البريطانيه. يوم 4 فبراير 1942 انجلترا حركت الدبابات البريطانيه تحاصر قصر عابدين. كلمه تحاصر قصر عابدين يعني تحاصر قصر الملك فاروق. يبقى انجلترا حاصرت قصر عابدين، انجلترا حاصرت قصر الملك فاروق يوم 4 فبراير 1942. لا ومحاصرهم بالايه؟ بالدبابات. عشان كده الحادثه دي اسمها حادثه الدبابات. ليه مسمينها حادثه الدبابات يا مستر؟ لان الدبابات البريطانيه كانت محاصره قصر عابدين اللي هو قصر الملك فاروق. يبقى احنا ليه سميناها حادثه الدبابات؟ احنا سميناها الدبابات لان الدبابات البريطانيه كانت محاصره قصر عابدين اللي هو قصر الملك فاروق. طب انجلترا كانت محاصره قصر عابدين اللي هو قصر الملك فاروق، وبتطلب من الملك فاروق ان هو معاه لحد الساعه 12 بالليل يكون شال رئيس الوزراء حسين سري ويكون جاب مكانه حزب الوفد. مين حزب الوفد؟ مصطفى النحاس. اقف شويه هنا،
اقف شويه. هم مدينه مهله يوم 4 فبراير 1942 ومحاصرين القصر بتاعه بالدبابات، بيدينه مهله لحد الساعه 12 بالليل. فالسفير البريطاني بيكلم الملك فاروق معاك مهله لحد الساعه 12 بالليل. فاروق قال له انا بقول لك بعلو صوتي النهارده لو اخر يوم ليا، لو هموت النهارده، لو عارف ان انا النهارده هيبقى اخر يوم ليا في الحياه وفي الحكم، انا مش هشيل حسين سري ومش هعين مصطفى باشا النحاس. فالسفير البريطاني قال له هو فعلا هيبقى اخر يوم ليك، معاك لحد الساعه 12 بالليل، لو ما نفذتش مطلبنا احنا هنضرب القصر بالدبابات. بيو 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 صوت القطر اللي هو بتاع المكالمه انتهى. الملك فاروق قاعد مش عارف يعمل ايه. الحته دي يا جماعه كنت بتفرج عليها في مسلسل وانا طفل صغير اسمه سرايا عابدين. المسلسل ده جميل جدا، بيحكي بقى الحته دي. الملك فاروق جه كده على الساعه 10 ونص قبل ما الانذار يخلص بساعه او ساعه وشويه، قعد يقول للناس اللي في القصر كلهم يطلعوا بره، انا عايز اموت لوحدي، كله يطلع بره، كل الخدم، كل ده، حتى طلع مراته وعياله، طلع الناس كلها بره وقال لهم انا قاعد في القصر لوحدي، انا هموت لوحدي. وطلع قعد في الاوضه بتاعته، كان عنده هو كرسي هزاز خشب كده، قعد على الكرسي الهزاز عمال يهز كده وعمال يفتكر الذكريات، ويفتكر بقى زمان ايام ما هو كان عيل صغير وبيلعب في القصر، وعمال بقى يفتكر ابوه احمد فؤاد، وعمال يفتكر الايام الجميله دي. إذ فجأة وفي اللحظات الاخيره والساعه داخله على 12 بالليل سمع ان المدافع البريطانيه بدات تتوجه نحو القصر. عارفين دبابه بيكون عليها مدفع كده من فوق، بدا المدافع بتتوجه نحو القصر، وخلاص القصر هتضرب. طلع الملك فاروق جري على التليفون وكلم السفير البريطاني وقال له انا موافق على مطلبكم، وموافق ان انا اشيل حسين سري وعين مكانه مصطفى. طب ما كان من الاول يا ابن الجزمه، ما كان من الاول. قعدت حمستنا ليه وقعدت تخلينا نتفرج على مسلسل سرايا عابدين وتوهت العيال وقلت لهم وحكيت لهم، والعيال دلوقتي قاعده بتعيط ورا الكاميرا والملك فاروق ما ماتش يا عم. لاخر في اللحظات الاخيره الملك فاروق نفذ المطلب وشال حسين سري وجاب مكانه مصطفى النحاس اللي هو حزب الوفد سنه 1942. اهو مصطفى النحاس مصر اللي هو حزب الوفد. طب مصطفى النحاس لما يجي هيقدم لانجلترا مساعدات عسكريه هامه. بصوا يا شباب، معلش انا امبارح وانا بشرح لكم يعني انا كنت واقف هنا بقى ومندمج وعمال اقول مساعدات عسكريه هامه وعمال ازعق. اذ فجاه مره واحده جالي تليفون كده من صديق لي يعني في محافظه اسماعيليه وجاي القاهره يعني فاهم، فاضطريت انا اسيب التصوير وانزل، فبكمل الفيديو لحضرتك. خلاص هو الفيديو باقي فيه بالظبط حوالي تلت ساعه ونص ساعه. تعال نفتكر كده امبارح كنا بنقول ايه؟ تمام؟ انت طبعا مالكش دعوه، انت بتتفرج على الفيديو فانت فاكر كل حاجه. انا مفكر نفسي ان انجلترا كانت محاصره قصر الملك فاروق بالدبابات وكانت مدياله انذار لحد الساعه 12 بالليل. طب انجلترا حاصرت قصر الملك فاروق يوم كام؟ يوم 4 فبراير 1942. يبقى اليوم اللي انجلترا كانت محاصره فيه قصر الملك فاروق هو يوم 4 فبراير 1942. وهنا انجلترا طلبت من الملك فاروق عزل حسين سري وتعيين بدلا منه مصطفى النحاس. مصطفى النحاس اللي هو حزب الوفد. وقفت امبارح عند حته ان مصطفى النحاس مسك سنه 1942 وقدم لانجلترا مساعدات عسكريه هامه في الحرب العالميه الثانيه. افكرك ان المساعدات اللي قدمها مصطفى النحاس لانجلترا هي اللي خلت انجلترا تكسب الحرب العالميه الثانيه، وهي اللي خلت انجلترا تصد الخطر النازي والخطر الفاشي. مستر ايه هو الخطر النازي؟ الخطر النازي اللي هي المانيا. طب مستر ما هو الخطر الفاشي؟ الخطر الفاشي اللي هي ايطاليا. يبقى هو هنا صعب عليك في المنهج، بدل ما يقول لك ان انجلترا كسبت المانيا وايطاليا قال لك الخطر النازي والفاشي، النازيه والفاشيست، النازيه اللي هو هتلر، الفاشيست اللي هو موسوليني. ما عليك من القصه دي، مالكش انت دعوه بالكلام ده. خليك عارف ان النازي والفاشي المانيا وايطاليا. وبالفعل مصطفى النحاس ساعد انجلترا في الحرب العالميه الثانيه. طب مصطفى النحاس لما ساعد انجلترا في الحرب العالميه الثانيه المساعدات دي هي اللي خلت انجلترا تكسب الحرب العالميه الثانيه. طب مستر ثانيه واحده، هو مصطفى باشا النحاس كان بيساعد انجلترا مقابل ايه؟ لان انجلترا كانت وعدها وعد. انا بره الملزمه يا جماعه. انجلترا كانت واعده مصطفى باشا النحاس وعد. قالت له ايه؟ قالت له يا نحاس لو احنا كسبنا الحرب العالميه الثانيه هنديلك الاستقلال التام. غير الاستقلال التام هنديلك حاجه اسمها وحده
وادي النيل. وحده وادي النيل اللي هي مصر والسودان. يبقى انجلترا كانت واعده مصطفى باشا النحاس وعد، قالت له انت هتساعدنا في الحرب العالميه الثانيه، واحنا لما نكسب الحرب العالميه الثانيه هندي لك حاجتين، هندي لك استقلال مصر التام ووحده وادي النيل. باشا انا عايزك كده نراجع بسرعه الحته دي معلش، عشان انا عايز اراجع لنفسي انا معلش يعني. المحور اللي هم المانيا والنمسا وايطاليا بقياده جنرال اسمه الجنرال روميل دخلوا ليبيا، اخذوا ليبيا كلها، وقفوا عند حته اسمها بني غازي. طب يا اساتذه هنا الملك فاروق يوم 4 فبراير او يوم 2 فبراير 1942 الملك فاروق حرك مظاهرات بتهتف هتاف عالي، بتقول ايه في الهتاف ده؟ الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل، الى الامام يا روميل، تعالى يا روميل خش مصر. هنا انجلترا عرفت، فطلبت من الملك يشيل رئيس الوزراء حسين سري ويجيب مكانه حزب الوفد اللي هو مصطفى باشا النحاس. فالملك رفض، فانجلترا حصرت قصر الملك بالدبابات يوم 4 فبراير 1942 بما عرف باسم حادثه الدبابات، واجبرته على عزل حسين سري وتعيين مصطفى النحاس. خلي بالك ان كده انجلترا خلفت معاهده 1936. طب ليه انجلترا خلفت معاهده 1936؟ لان كده انجلترا بتتدخل في شؤون مصر الداخليه. يبقى لك ان انجلترا خلفت معاهده 1936. ايه اللي عرفك ان انجلترا خلفت معاهده 36؟ ان هي لسه بتتدخل في شؤون مصر الداخليه. من اللي انا عمال احكي فيه انت كده حسيت ان معاهده 36 حققت لمصر استقلال تام ولا استقلال سوري؟ استقلال سوري. ليه يا مستر قلت استقلال سوري؟ لان لسه لغايه دلوقتي انجلترا بتتدخل في شؤون مصر الداخليه. يبقى لك ان هذه المعاهده لم تحقق استقلال تام، هذه المعاهده حققت استقلال سوري. الدليل على كلامي ان لسه لحد وقتنا هذا انجلترا بتتدخل في شؤون مصر الداخليه. طب سمي الله وصلى على رسول الله. هنا الملك فاروق اضطر ان هو ينفذ مطلب انجلترا وشال حسين سري وجاب مصطفى النحاس. مصطفى النحاس اللي قدم لانجلترا مساعدات عسكريه هامه. المساعدات دي هي اللي خلت انجلترا تكسب الحرب العالميه الثانيه. طب انجلترا كانت بتاخد مساعدات من مصطفى النحاس مقابل ان هي لو كسبت الحرب هتدي مصطفى النحاس حاجتين. هتدي مصطفى النحاس الاستقلال التام وهتدي له حاجه اسمها وحده وادي النيل. طبعا هي هتدي له استقلال تام لان الاحداث اللي فاتت كلها اثبتت ان معاهده 36 لم تحقق الاستقلال التام. وصلنا لحد سنه 1944. انا عايز اقف هنا بقى. احنا وصلنا لحد سنه كام؟ 1944. عارف يعني ايه كلمه 1944؟ يعني الحرب قربت تخلص. ليه؟ لان يا باشا انا شرحت لك من شويه ان الحرب العالميه الثانيه هتبدا 1939 هتنتهي 1945. فانا لما اقول لمعاليك يا فندم 1944 يعني الحرب العالميه الثانيه او الشكت على الانتهاء. طب مين اللي كسبت؟ انجلترا. فانجلترا اول ما كسبت قالت يا نهار اسود ده انا كسبت الحرب. ده في مشكله. مشكله ايه يا بنتي؟ ما انت كسبتي. قالت لك ثانيه يا عم، انا دلوقتي كسبت الحرب وانا كنت واعده مصطفى النحاس وعد ان انا لو كسبت الحرب هديله استقلال تام ووحده وادي النيل. اعمل ايه في المشكله دي؟ لازم انفذ وعدي لمصطفى النحاس ولازم ادي مصطفى النحاس استقلال تام ووحده وادي النيل. لازم اعمل كده. الناس هتقول عليا ايه، خاينه ولا ايه؟ مش هينفع. اعمل ايه؟ بص صياعه انجلترا 1944 ومع اقتراب نهايه الحرب العالميه الثانيه انجلترا راحت للملك فاروق. بص انجلترا راحت للملك فاروق قالت له فاروق ولا يا فاروق؟ قال لها عايزه ايه انجلترا؟ قالت له انت لسه زعلان يا ولا؟ قال لها مالكيش دعوه بقى. قالت له اوعى تكون زعلان، انت زعلان عشان حاصرنا القصر بتاعك بالدبابات وقلنا لك شيل حسين سري وهات مصطفى النحاس، هو ده اللي مزعلك؟ طب يا عم ما تضايقش نفسك، شيل مصطفى النحاس. انجلترا بتقول للملك فاروق شيل مصطفى النحاس اللي هو حزب الوفد وهات بدلا منه حبايبك اللي هم احزاب الاقليه. يبقى قال لك 1944 انجلترا سمحت للملك فاروق يشيل مصطفى النحاس ويجيب احزاب الاقليه. طب ليه انجلترا عملت كده؟ علشان مصطفى النحاس ما يطلبش ثمن المساعدات اللي هو قدمها لها في الحرب العالميه الثانيه. وثمن المساعدات دي هيكون حاجتين، هو استقلال
مصر التام ووحدة وادي النيل. شفت انجلترا بنت الجزمة عملت ايه؟ والله بجد شفت انجلترا بنت الجزمة عملت ايه؟ عملت ايه يا مستر؟ هقول لك انا عملت ايه؟ عينت مصطفى النحاس عشان مصلحتها. بعد كده شالت مصطفى النحاس عشان مصلحتها. يعني انجلترا عينت مصطفى النحاس عشان خاطر مصالحها وشالت مصطفى النحاس عشان خاطر مصالحها. يبقى انجلترا كانت بتعيين مصطفى النحاس وعزل مصطفى النحاس عشان خاطر حاجه واحده، عشان خاطر مصالحها فقط لا غير. فهنا انجلترا سمحت للملك فاروق سنه 1944 قالت له شيل مصطفى النحاس وهات حبايبك اللي هم احزاب الاقليه. فهنا الملك فاروق بالفعل شال مصطفى النحاس وجاب احزاب الاقليه، وهتبدا احزاب الاقليه تحكم مصر من سنه 1944 لحد سنه 1950. 6 سنين من بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه لحد سنه 1950 بتحكم احزاب اسمها احزاب الاقليه. ال6 سنين اللي بتحكم فيهم احزاب الاقليه مسك رئيس وزراء اسمه احمد ماهر. بعد ما مات احمد ماهر مسك واحد اسمه محمود فهمي النقرشي. فقال لحضرتك في الوقت ده انجلترا سمحت للملك فاروق ان هو يشيل مصطفى النحاس ويجيب مكانه احزاب الاقليه. طبعا هنا رقم 10 كان حسين سري. بعد حسين سري مسك مصطفى النحاس سنه 1942. انجلترا قالت له شيل مصطفى النحاس وهات احزاب الاقليه. فمسك احمد ماهر ومحمود فهمي النقرشي. خلي بالك ان احمد ماهر ومحمود فهمي النقرشي اقليه من 1944 ل 1950. طب حبيب قلبي ركز لي في الحته اللي جايه. دلوقتي اللي بتحكم احزاب اسمها احزاب الاقليه. احزاب الاقليه من 1944 لسنه 1950 مسك 2، هو احمد ماهر ومحمود فهمي النقرشي. يبقى احزاب الاقليه من 1944 ل 1950 في 2 بيحكموا، هو احمد ماهر ومحمود فهمي النقرشي. الفتره بتاعت احزاب الاقليه، الفتره اللي حكمت فيها احزاب الاقليه، ال6 سنين بتوع احزاب الاقليه كانت فتره فشل سياسي. الفترة اللي حكمت فيها أحزاب الأقلية كانت فترة عدم استقرار. ال6 سنين اللي حكمت فيهم أحزاب الأقلية كانوا فاشلين سياسيا، مش عارفين يديروا البلد. عدم استقرار يعني مفيش أمن. طب أستاذنا دللني، اديني دليل إن ال6 سنين اللي حكمت فيهم أحزاب الأقلية كانت فترة فشل سياسي. اديني دليل إن ال6 سنين بتوع أحزاب الأقلية كانوا فاشلين سياسيا. أديك دليل. رقم 1، حاولوا يعدلوا معاهدة 36. طبعا هم حاولوا يعدلوا معاهدة 36 لأن معاهدة 1936 لم تحقق الاستقلال التام، لأن الأحداث أثبتت إن لسه إنجلترا بتتدخل في شؤون مصر الداخلية. فلكن هم حاولوا يعدلوا معاهدة 36 عشان يحققوا استقلال تام ويحققوا حاجة اسمها وحدة وادي النيل، لكن فشلوا. فلكم فشلوا في حاجتين، فشلوا في تعديل معاهدة 1936. يبقى أنا بديك دليل إن ال6 سنين، ما هو خلاص النحاس مشي، مصطفى النحاس حزب الوفد مشي، فالملك فاروق استعان بأحزاب الأقلية. ال6 سنين بتوع أحزاب الأقلية دول كانوا فاشلين سياسيا وفترة عدم استقرار. طب اديني دليل إن هم فاشلين سياسيا. حاولوا يعدلوا معاهدة 1936 لكن ما عرفوش يعدلوا المعاهدة ولا عرفوا يحققوا استقلال تام ولا وحدة وادي النيل. مش بس كده، في رئيس وزراء كان ماسك اسمه محمود فهمي النقرشي، وهم 2، احمد ماهر ومحمود فهمي النقرشي. محمود فهمي النقرشي سنة 1947 اخذ قضية مصر يعرضها على مجلس اسمه مجلس الامن. فقال لك ان في رئيس وزراء اسمه محمود فهمي النقرشي. محمود فهمي النقرشي سنة 1947 اخذ ملف مصر راح يعرضه على مجلس الامن. مجلس الامن ده اللي هو بيحل القضايا، لكن مجلس الامن لم ينظر في القضيه.
قال لك ان مجلس الامن اصلا ما بصش في القضيه وتركها معلقه. فقال لك ان مجلس الامن ما بصش في القضيه اصلا وسابها معلقه. هي محاوله حلوه منه، يعني هي محاوله كويسه منه ان هو يروح يعرض قضيه مصر على مجلس الامن، بس مجلس الامن اصلا ما بصش في القضيه. فهنا ممكن حد يقول لي ما اوجه النقد او ما اوجه النقد الموجهه لمجلس الامن. اوجه النقد الموجهه لمجلس الامن، يعني ايه العيوب اللي انت ممكن توجهها لمجلس الامن؟ العيوب اللي انت ممكن توجهها لمجلس الامن ان مجلس الامن لم ينظر في القضيه اصلا، ما بصش في القضيه اصلا وتركها معلقه، سابها كده متعلقه. فقال لك ان فتره الاقليات من 1944 لسنه 1950 كان بيحكم اثنين. كان بيحكم واحد اسمه احمد ماهر، وكان بيحكم واحد تاني اسمه محمود فهمي النقراشي. الاثنين دول كانوا فاشلين سياسيا. طب دلل لي ان هم فاشلين سياسيا. حاولوا يعدلوا معاهده 36 عشان يحققوا استقلال تام ووحده وادي النيل، ما عرفوش يعدلوا المعاهده ولا عرفوا يحققوا استقلال ولا وحده وادي النيل. في رئيس وزراء كان بيحكم اسمه محمود فهمي النقراشي. محمود فهمي النقراشي اخذ ملف مصر راح يعرضه على مجلس الامن، لكن مجلس الامن ولا بص في القضيه وسابها متعلقه. طب دلل لي ان الفتره بتاعت حكومه الاقليات كانت عدم استقرار. دلل لي ان هو ما كانش فيه استقرار، دلل لي ان ما كانش فيه امن. قويت حركه الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين كانوا اقوياء قوي في الوقت ده. اديك دليل ان ما فيش امن. الاخوان كانوا مسيطرين على البلد وعمالين يعملوا تفجيرات في محافظه القاهره. الاخوان اقوياء عمالين يعملوا تفجيرات في القاهره وعمالين يعملوا اغتيالات سياسيه، يعني بيقتلوا ناس زي ما قتلوا رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي. مستر انا عندي سؤال، هم ليه قتلوا محمود فهمي النقراشي؟ ليه قرروا قتل محمود فهمي النقراشي؟ وانت ايه اللي عرفك ان الاخوان المسلمين هم اللي قتلوا محمود فهمي النقراشي؟ هم اللي طلعوا قالوا كده: نعلن جماعه الاخوان المسلمين مسؤوليتنا الكامله عن اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، لانه فكر في حل الجماعه، كان عايز يفشكل الجماعه فهم قتلوه. فقال لك هم قتلوا محمود فهمي النقراشي عشان فكر يحل الجماعه. يبقى لك فتره الاقليات 6 سنين البلد ما فيهاش استقرار. الاخوان بيفجروا وبيقتلوا زي ما قتلوا النقراشي. كمان في رئيس وزراء تاني مات اسمه احمد ماهر اتقتل. اوعى تنسى ان الفتره دي مصر هي والدول العربيه، ما تنساش ان في هذه الفتره مصر هي والدول العربيه دخلوا مع بعض حرب اسمها حرب فلسطين. طب مصر والدول العربيه لما دخلوا مع بعض حرب فلسطين كسبوا ولا خسروا؟ خسرنا. احنا رحنا حرب فلسطين كنا بنحررها من دوله اسمها اسرائيل، لكن طبعا مصر هي والدول العربيه خسروا في حرب فلسطين سنه 1948. احنا خسرنا في حرب فلسطين عشان الاسلحه اللي معانا كانت اسلحه فاسده، وكمان دخلت الدول العربيه غير مدربه، غير مستعده، غير متحده الفكر والخطه، غير مدربه، غير مستعده، غير متحده الفكر والخطه، غير مدربه، غير مستعده، غير متحده الفكر والخطه. يبقى لك ان في الوقت ده الاقليه حكمت من سنه كام؟ من 1944 لحد سنه كام؟ 1950. في 2 حكموا في الاقليه، احمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي. فتره الاقليه كانوا فاشلين سياسيا. دلل لي ان ال6 سنين دول كانوا فشل سياسي، ما عرفوش يعملوا حاجه للبلد. فشلوا في تعديل معاهده 36، ولا عرفوا يحققوا استقلال تام، ولا عرفوا يحققوا وحده وادي النيل. رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي سنه 1947 اخذ ملف مصر يعرضه على مجلس الامن، لكن مجلس الامن لم ينظر في القضيه وساب القضيه معلقه. طب دلل لي ان هي فتره عدم استقرار. قال لك ان في الوقت ده مصر قال لك ان في الوقت ده الاخوان المسلمين بيعملوا تفجيرات وبيعملوا اغتيالات زي ما قتلوا النقراشي، واحمد ماهر برضه اتقتل بس ما نعرفش مين قتله. مصر هي والدول العربيه دخلوا مع بعض حرب فلسطين، لكن للاسف احنا خسرنا في حرب فلسطين. طب سمي الله صلى على رسول الله. عايز اسال الناس المحترمه سؤال مهم جدا 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 جدا. السؤال بيقول لك ايه؟ انت شايف ال6 سنين دول البلد رايحه لاستقرار ولا لتدهور؟ تدهور. الدنيا متدمره. قال لك امام تدهور الموقف السياسي. بص بقى الكلمه اللي جايه:
امام تدهور الموقف السياسي يعني البلد متدمره. امام تدهور الموقف السياسي البلد متدهوره. امام تدهور الموقف السياسي الملك فاروق طلع قال لهم بقول لكم ايه؟ تعالوا نبدا صفحه جديده ونعمل انتخابات حره. الملك فاروق قال لهم تعالوا نبدا صفحه جديده ونعمل ايه؟ انتخابات حره. نعمل انتخابات ونشوف الشعب هيختار مين. فالملك فاروق قرر يعمل انتخابات سنه 1950. ما هي البلد متدمره. فقال لك امام تدهور الموقف السياسي الملك فاروق قال لك هنعمل انتخابات حره. انتخابات حره يعني الشعب هيختار. طالما الشعب هيختار، الشعب هينزل يختار مين؟ قال لك الشعب نزل يختار حزب الوفد. يعني اللي هيمسك رئيس الوزراء دلوقتي هو مصطفى باشا النحاس. يبقى لك ان في الوقت ده الملك فاروق قال لك البلد بايظه فانا هعمل انتخابات حره. طب يا عم الملك طالما هتعمل انتخابات حره مين اللي هيفوز؟ قال لك الشعب يختار. فسنه 1950 الشعب نزل يختار حزب اسمه حزب الوفد. طب الشعب لما اختار حزب الوفد مسك منصب رئيس الوزراء واحد اسمه مصطفى باشا النحاس. قال لك ان في الوقت ده امام تدهور، بص بيقول لك ما النتائج المترتبه على تدهور الموقف السياسي سنه 1950. الموقف السياسي متدهور يعني البلد متدمره سنه 1950. فبيقول لك ما النتائج المترتبه على تدهور الموقف السياسي سنه 1950. الملك فاروق قال لك احنا هننزل نعمل انتخابات حره. كلمه هننزل نعمل انتخابات حره يعني الشعب هيختار. طب طالما الشعب هيختار حزب الوفد. مصطفى النحاس مسك سنه 1950 عاد لينتقم. مصطفى النحاس جاي سنه 1950 هو جاي ينتقم. جاي ينتقم من مين؟ من انجلترا واللي عملته فيه في الحرب العالميه الثانيه. قال لك عاد لينتقم. مصطفى النحاس جاي ينتقم من اللي انجلترا عملته فيه في الحرب العالميه الثانيه. مصطفى النحاس مسك رئيس الوزراء سنه 1950. اول حاجه عملها اطلق الحريات. هو اطلق الحريات اللي هي حريه الراي وحريه الصحافه وحريه الاعتقاد وحريه الاجتماع. قال لك اطلق الحريات اللي كانت محبوسه في عهد الاقليات. يبقى لك ان مصطفى النحاس اطلق الحريات اللي كانت محبوسه في عهد الاقليات. تاني حاجه ان مصطفى النحاس كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات عشان يعدل معاهده 36. طب مصطفى النحاس كان عايز يعدل معاهده 36 عشان يحقق الاستقلال التام ويحقق حاجه تانيه اسمها وحده وادي النيل. فقال لحضرتك ان في الوقت ده مصطفى باشا النحاس اول ما مسك رئيس الوزراء سنه 1950. طب مصطفى النحاس لما مسك رئيس الوزراء سنه 1950 كان عايز يعمل حاجتين او هو عمل حاجتين. اول حاجه اطلق الحريات. اطلق كل الحريات اللي كانت محبوسه في عهد حكومه الاقليات. قال لك اطلق كل الحريات اللي كانت محبوسه ومكبوته في عهد الاقليات. تاني حاجه ان مصطفى باشا النحاس كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات عشان يعدل معاهده 36. اقف يا ابني هنا شويه. في تشابه بين مصطفى بالنحاس وبين الاقليات. ايه التشابه اللي بين مصطفى النحاس وبين الاقليات؟ ان الاثنين كانوا عايزين يعدلوا معاهده 36 والاثنين كانوا عايزين يحققوا استقلال تام والاثنين كانوا عايزين يحققوا وحده وادي النيل والاثنين فشلوا في تعديل المعاهده. مصطفى النحاس كلم انجلترا، كلم السفير البريطاني ما بيهزرش، كلم سفير انجلترا. يا سفير انجلترا انا عايز اعدل معاهده 36 لان معاهده 36 ما حققتش استقلال تام عشان انتوا لسه بتتدخلوا في شؤون مصر الداخليه. فبعد اذن حضرتك يا سفير انجلترا انا عايزك تحضر لي دلوقتي وتعدل معايا معاهده 36. انجلترا هتعدل المعاهده؟ لا، انجلترا اتهربت من تعديل المعاهده. يبقى مصطفى باشا النحاس كان بيكلم انجلترا عشان يعدل معاهده 1936 لكن انجلترا اتهربت وانجلترا مش عايزه تعدل معاهده 36. فمصطفى باشا النحاس في شهر اكتوبر، ركز قوي، في شهر اكتوبر اللي هو شهر 10 سنه 1951 مصطفى باشا النحاس شهر اكتوبر سنه 1951 طلع في الراديو قال لهم يا شعب مصر انا مصطفى باشا النحاس رئيس الحكومه المصريه
ورئيس وزراء مصر قررت في شهر اكتوبر 1951 الغاء معاهده 1936. انا لغيت المعاهده اللي بيننا وبين انجلترا اللي هي معاهده الاخاء والتحالف. سمي الله صلى الله عليه وسلم. هي المعاهده دي ليها كم طرف؟ 2. معاهده يبقى ليها كم طرف؟ ليها طرفين. دلوقتي تم الغائها من طرفين ولا من طرف واحد؟ من طرف واحد اللي هو مصطفى باشا النحاس. يعني المعاهده دي لما جينا نعملها مضى عليها 2، مضى عليها مصر وانجلترا. دلوقتي اتلغت من جانب مصر بس، انجلترا ما لغتهاش. فقال لحضرتك شهر اكتوبر سنه 1951 قرر مصطفى باشا النحاس الغاء معاهده 1936. يبقى لك شهر اكتوبر سنه 1951 قرر مصطفى باشا النحاس الغاء معاهده 1936. ومش بس كده، ده عمل ايه كمان؟ قال لهم انا لغيت المعاهده وبقول للشعب المصري طلعوا اسلحتكم اضربوا في انجلترا. طب مستر سؤال، هي انجلترا موجوده فين؟ انجلترا موجوده في منطقه اسمها منطقه القناه اللي هي اسماعيليه وبورسعيد والسويس. فقال لك ان مصطفى باشا النحاس بعد ما لغى المعاهده عمل ايه؟ اطلق حريه النضال المسلح للشعب المصري. مصطفى باشا النحاس اطلق حريه النضال المسلح للشعب المصري في منطقه اسمها منطقه قناه السويس. هي قناه السويس 3 اماكن اللي هم اسماعيليه، بورسعيد، السويس. يبقى مصطفى باشا النحاس اطلق حريه النضال المسلح للشعب المصري في منطقه اسمها منطقه قناه السويس. اللي مش عارف يا جماعه ايه منطقه قناه السويس؟ اللي هي اسماعيليه وبورسعيد والسويس. طبعا انت عارف الشعب المصري زياط، طلع اسلحته وبدا يضرب في انجلترا، والشعب المصري شكل جماعات اسمها جماعات الفدائيين. ايه هي جماعات الفدائيين؟ شباب في سني وسن حضرتك كده ويمكن اكبر مني واصغر منك، كانوا بيتجمعوا بالليل ويروحوا يهجموا على معسكرات الاحتلال البريطاني. ينفع رئيس وزراء يقول للشعب طلعوا اسلحتكم اضربوا في انجلترا؟ طب ما اكيد البلد هيحصل فيها فوضى. فقال لك ان مصطفى باشا النحاس بقول لك ايه؟ سمي الله صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه؟ في الحرب العالميه الثانيه مصطفى النحاس قدم لانجلترا مساعدات عسكريه هامه. المساعدات دي هي اللي خلت انجلترا تكسب الحرب العالميه الثانيه. المفروض بقى انجلترا كانت هتدي مصطفى النحاس حاجتين. كانت هتدي مصطفى النحاس استقلال تام ووحده وادي النيل، لكن انجلترا غدرت وقالت للملك فاروق شيل النحاس وهات الاقليه. طب ليه انجلترا غدرت؟ علشان النحاس ما يطلبش استقلال مصر ووحده وادي النيل. فالملك جاب الاقليه. الاقليه حكموا 6 سنين من 1944 لحد 1950. 6 سنين بتحكم احزاب الاقليه، احمد ماهر والنقراشي. البلد متدمره. 6 سنين البلد في حاله تدمير. 6 سنين فشل سياسي وعدم استقرار. الملك قال لك نعمل انتخابات. فالشعب نزل اختار. طالما الشعب اختار هيختار حزب الوفد اللي هو مصطفى النحاس. طب الشعب اختار حزب الوفد اللي هو مصطفى النحاس. سهل الكلام ومفيش اي حاجه. قال لك ان مصطفى النحاس سنه 1950 مصطفى النحاس سنه 1950 اطلق الحريات اللي كانت محبوسه في عهد حكومه الاقليات. ومصطفى النحاس كان عايز يدخل مع انجلترا في مفاوضات لتعديل معاهده 1936، لكن مصطفى النحاس ما عرفش يعدل المعاهده. فعمل ايه؟ لغاها وقال للشعب طلعوا اسلحتكم اضربوا في انجلترا. طب لما قال للشعب طلعوا اسلحتكم اضربوا في انجلترا، في الوقت ده الشعب طلع السلاح وبدا يضرب في انجلترا، كده البلد داخله في حاله فوضى. طب تفتكر رجال الشرطه المصريه، بص الكلمه اللي جايه، جنود بلوكات النظام. مين هم جنود بلوكات النظام؟ جنود بلوكات النظام اللي هم رجال الشرطه. يبقى تاني، جنود بلوكات النظام اللي هم رجال الشرطه المصريه. طب تفتكر رجاله الشرطه هيقفوا مع انجلترا ولا مع الشعب؟ اكيد مع الشعب. قال لك فانضمت جنود بلوكات النظام اللي هم رجاله الشرطه انضموا لانجلترا انضموا للشعب في محافظه اسماعيليه. يعني الشرطه وقفت مع الشعب.
طب جنود بلوكات النظام اللي هم رجاله الشرطه وقفوا مع الشعب في محافظه اسمها محافظه اسماعيليه. فلك وانضم جنود بلوكات النظام اللي هم رجال الشرطه الى انجلترا، او اسف الى الشعب، مش عارف ليه بقول انجلترا، الى الشعب في محافظه اسماعيليه. يعني الشرطه وقفت مع الشعب. طب الشرطه وقفت مع الشعب، انجلترا عملت ايه؟ بص يا باشا انجلترا عملت ايه؟ انجلترا راحت حصرت مديريه امن اسماعيليه. اللي مش عارف ايه مديريه امن اسماعيليه، اللي هو مبنى محافظه اسماعيليه. الطالب الغبي اللي مش فاهم ايه مبنى محافظه اسماعيليه، اللي هي المكان اللي متجمع فيه رجاله الشرطه. فقال لك ان في الوقت ده كل رجال الشرطه كانوا متجمعين في مكان اسمه مديريه امن اسماعيليه. انجلترا حصرت رجال الشرطه. ليه انجلترا حصرت رجال الشرطه؟ انجلترا حصرت رجال الشرطه عشان رجال الشرطه بيسندوا الشعب. فانجلترا حصرت رجال الشرطه في مديريه امن اسماعيليه. الكلام ده كان يوم 25 يناير سنه 1952. 25 يناير 1952 انجلترا محاصره رجاله الشرطه في محافظه اسماعيليه. طب انجلترا محاصره رجاله الشرطه في محافظه اسماعيليه وبتطلب منهم حاجه واحده: تسليم السلاح. طب باشا سمي الله وصلى على رسول الله، ما تركز لي كده في الكلام اللي جاي. الشرطه وقفت مع الشعب، فانجلترا راحت حصرت رجاله الشرطه يوم 25 يناير بتطلب من رجال الشرطه ان هم يسلموا السلاح. لكن طبعا رجال الشرطه رفضوا تسليم السلاح بناء على تعليمات وزير الداخليه. اللي مش عارف وزير الداخليه اللي هو وزير الشرطه. وزير الداخليه كان اسمه فؤاد سراج الدين. وزير الداخليه فؤاد سراج الدين طلع قال تعليمات لرجال الشرطه: اوعوا حد يسلم سلاحه، حتى لو هتموتوا ما حدش يسلم السلاح. وبالفعل رجال الشرطه متحاصرين وانجلترا محاصراهم، ورفض رجال الشرطه تسليم السلاح، مما ادى الى استشهاد العشرات من رجال الشرطه المصريه. ده ادى لاستشهاد العشرات من رجال الشرطه المصريه عشان رفضوا ان هم يسلموا سلاحهم. الكلام ده كان يوم 25 يناير. عشان كده يا حبيب قلبي 25 يناير هو عيد الشرطه. عرفت ليه 25 يناير عيد الشرطه؟ عايزك بقى كده في البيت تعمل نفسك عيل مثقف، من العيال اللي عارف انت، العيال اللي هي التوتي فروتي السيكي ميكي دي. خش بقى عليهم في البيت: بابا ماما انتوا ليه عارفين، او انتوا عارفين ليه 25 يناير عيد الشرطه؟ يقول لك لا يا ابني مش عارفين. قول لهم عشان ده اليوم اللي رجاله الشرطه كانوا متحاصرين فيه في محافظه اسماعيليه، ورفضوا ان هم يسلموا السلاح بناء على تعليمات وزير الداخليه فؤاد سراج الدين، مما ادى الى استشهاد العشرات من رجال الشرطه المصريه. تاني يوم 26 يناير سنه 1952 احنا هنا في القاهره مش هنسكت. احنا هننزل نعمل ثوره كبيره جدا في القاهره. احنا هننزل نعمل ثوره كبيره جدا في القاهره عشان عرفنا ان اخواتنا في محافظه اسماعيليه متحاصرين. يبقى احنا اخواتنا متحاصرين يوم 25 يناير. نزلنا احنا عملنا ثوره يوم 26 يناير في محافظه القاهره، واثناء ما احنا ما بنعمل ثوره حصلت الكارثه الكبرى وهي حريق القاهره. 217 مكان بيولعوا. حريق القاهره 217 مكان بيولعوا. الكلام ده كان يوم سبت اللي احنا سميناه السبت الاسود. يبقى 25 يناير رجال الشرطه متحاصرين في محافظه اسماعيليه. يوم 26 يناير حريق القاهره اللي هو السبت الاسود. يوم 26 يناير حريق القاهره اللي هو السبت الاسود 217 مكان بيولعوا. 25 يناير اخواتنا متحاصرين في محافظه اسماعيليه عشان مش عايزين يسلموا السلاح. 26 يناير القاهره بتولع. 25 يناير اخواتنا متحاصرين، احنا نزلنا عملنا ثوره يوم 26 والقاهره ولعت. مين اللي ولع في القاهره؟ الاخوان، انجلترا، الملك فاروق، مصطفى النحاس، الشعب المصري. يبدو ان هذا الحادث حادث غامض في تاريخ مصر حتى الان. لغايه دلوقتي محدش عارف مين اللي ولع في القاهره يوم 26 يناير. ما النتائج المترتبه على حريق القاهره 26 يناير 1952؟ الملك فاروق اول حاجه طلع اعلن الاحكام العرفيه. الملك فاروق اعلن الاحكام العرفيه. احكام عرفيه يعني قانون طوارئ.
هو اعلن الاحكام العرفيه. كل ده رئيس الوزراء واحد اسمه مصطفى النحاس. يبقى طلع الملك فاروق يوم 26 يناير 1952 اعلن الاحكام العرفيه في عهد وزاره مصطفى النحاس. خلي بالك ان الاحكام العرفيه اول مره اتعلنت لما انجلترا دخلت اسكندريه 1882. تاني مره اتعلنت انجلترا فرضتها اثناء الحرب العالميه الاولى من 1914 ل 1918. المره الثالثه بعد حريق القاهره الملك فاروق اعلن الاحكام العرفيه في عهد وزاره النحاس. فالنحاس قال له ايوه يا ملك صح، لازم نعلن الاحكام العرفيه. فاروق قال له ما انت السبب في المصيبه دي، ما انت السبب في المشكله دي كلها. فالملك فاروق قرر اقاله، يعني يشيل وزاره مصطفى النحاس وجاب مكانه علي ماهر بصفه مؤقته. علي ماهر ده والله تعب معانا النهارده يا جماعه. اي حاجه بتحصل بيجيبوا علي ماهر بصفه مؤقته. فالملك فاروق شال النحاس وجاب علي ماهر بصفه مؤقته. سمي الله وصلى على رسول الله. طبعا البلد متدمره الحمد لله، البلد بايظه اللهم لك الحمد، لحد ما هتقوم ثوره الضباط الاحرار بعد النقراشي مسك النحاس سنه 1950. بعد النحاس مسك علي ماهر 1952 بعد حريق القاهره بصفه مؤقته. اللي انا عايز اقوله لك ان البلد متدمره وهتفضل متدمره لحد ما تقوم ثوره لحد ما تقوم ثوره 23 يوليو 1952 اللي هي ثوره الضباط الاحرار. ودي هتعرفوها الفيديو الجاي ان شاء الله بتفاصيلها الممله. المهم اللي انا عايز اقوله لحضرتك على ما تسمي الله كده وتصلي على رسول الله اني كده تقريبا دي المحاضره الثالثه في الباب الرابع. ناقص لك المحاضره الجايه اللي هي المحاضره الرابعه والاخيره، ويبقى كده الباب الرابع انتهى تماما بالنسبه لحضرتك. يبقى كده الباب الرابع كله مرفوع على قناه اليوتيوب. المطلوب من حضرتك ان انت تذاكر، وبعد ما تذاكر اي فيديو شرح تروح تاكد عليه الفيديو الحل بتاعه. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.